رابع المشتركين صار حاضر وناطر إشارة للدخول على المسرح. لكن خلينا بالأول نشوف ريبورت عن المواهب اللي ما كان لها حظ تكون معنا، لكن نحن كان لنا حظ نتعرف عليها. فإلى أجواء الكاستينج. أول امتحان بذا كوميدي نجم الكوميديا هو الكاستينج. قول يا عنوان اللي حصل معايا. يلا والنبي. هون تقديم البرنامج كوميدي ولا أنا ماني عارفين شو جاي أعمل هون يعني. أنا بس مرتبك شوية. وما مثلش ليه؟ هم اللي مثلوا أحسن مني. كتار كانوا مراهنين على هالفرصة الذهبية. أول مرة بحطوا هيك برنامج. بداية جديدة لفن الكوميديا في مصر. بين اللي تقدموا في أشخاص كان عندهم موهبة وفي أشخاص عندهم شيء مختلف. أنا كده في التلفزيون. بس هالشي مش هيضحك. أنا اسمي أحمد عبد الحكم، 33 سنة وعصبي. يا بنتي المادي الله يخرب بيت شكلك. ثواني تمام. عن شو بدنا نحكي نحن؟ عن شو بدي أحكي؟ أنا الوحيد اللي قفشت أبوي. كنا جايين لهون نقدم كوميديا على برنامج الكوميدي، لكن صدفتنا مشكلة بسيطة، وهي إنه بعض اللي شرفونا ما كانوا عارفين على شو مقدمين. مش برنامج غنائي هون؟ طلع صوتي هلا مزبوط ايه؟ أكتر حاجة بحبها فيكي هو دي. هو دي. وإن زقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا. على جسمها ترسم تاتو في كل ممالك تتصور. من مواهب الفئة الغنائية الطربية ننتقل لفئة التقليد. بدي أقلد جور وسوف، إيهاب توفيق. أنا فنانة استقلالية، بحب الديمقراطية. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أعزائي المشاهدين في كل بيت. في غير أصالة سميرة سعيد. أعوذ بالله. حبك على من الأمور اللافتة جدا بهالكاستينج حضور الأولاد وحماستهم للمشاركة. صحباتي في بلش. أهلا بكم في برنامجنا العالمي رجال حياة. لا اللي بدي أعلمك على طريق الدوسير. أكيد تعرفي تقشري سمك مدام، منك هبلة مدام. تن 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 تو. البنت دي هبلة ولا إيه؟ عم امجح، ما بيقولوش مزحة. شفتوا محطات سريعة وطريفة. هاي أهلا. طب ليه معصب؟ شايف المعصب وليه؟ شو حياتي منيحة؟ شو منيحة خيي؟ مش شايفنا رجال قدامك؟ كل هالأنوثة بتقلي الشباب. لكن المواهب الحقيقية ما كانت طبيعي هون معنا على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. هنا بقى البطل ينط من الشباك. الحرب قاتل ومقتول.